السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة بيزنس على السريع. النهاردة هنتكلم عن طرق العرض وازاي تكسب العميل بيهم. طبعا البياع الشاطر مش بس بيعرف ان هو يعرض المنتج بس، لا هو بيعرف ازاي يستخدم طريقة العرض المناسبة مع العميل المناسب. احنا النهاردة هنتكلم على 5 طرق للعرض. تابع معانا الفيديو عشان تعرف ايه هم. اول طريقه اللي هي introductory presentation او طريقه العرض التقديميه. انت هنا بتقدم نفسك، بتقدم المسمى الوظيفي بتاعك، بتقدم شركتك بتعمل ايه. ليه؟ عشان تكسر الجليد او تبتدي العميل اللي قدامك ما بيبقاش عارفك قوي، فتبتدي تعرفه بنفسك وتبتدي تعرف برضو هتتجه ازاي في طريقه حديثك او في البرزنتيشن بتاعتك بعد كده. فانت تقول له مثلا انا اسمي محمد من شركه كذا اللي بتقدم حلول ذكيه لطرق الدفع والتحصيل مثلا للشركه بتاعتك، وتبتدي تعرف ايه التحديات مثلا اللي بتواجهه في التحصيل من التجار او من الشركات التانية لما بيجوا يدفعوا له مثلا. تاني طريقة اللي هي البرودكت برزنتيشن او عرض المنتج. بقى انت بتتكلم هنا عن الفيتشرز والخصائص والبنفيتس او المنافع بتاعه البرودكت بتاعك، عشان هو العميل هنا سألك يعني بيبقى عاوز يعرف ايه المنتج بتاعك او ايه الخدمة اللي بتقدمها. فانت تبتدي تشرح له. مثلا هتقول له ان المنتج بتاعي مثلا مثلا الحجم بتاعه او الوزن بتاع مثلا اللابتوب دوت 1 كيلو، فاللي هو تقدر تحطه ومساحته مش كبيره والانشز بتاعته او المساحه الدايمنشنز بتاعته مش كبيره، فانت تقدر تخزنه او تشيله معاك في الشنطه بكل سهوله. هتبتدي تتكلم مثلا عن الموبايل اللي هو فيه بطاريه 5000 مثلا ملي امبير، اللي هو تقدر تشتغل معاك طول اليوم من غير ما تقطع باستخدام كثيف او يعني استخدام قوي منك. فهنا برضو فيتشرز هتتكلم على يعني المنتج وخصائص بتاعته. مثلا هتتكلم على ان هو تقدر تستخدم الخدمة بتاعتنا 24 ساعة مثلا، لو مثلا الدليفري والكلام دوت او اللي هو خدمات التوصيل. هتبتدي تشرح الفيتشرز زي ما قلنا ده في البرودكت برزنتيشن. طيب تالت واحدة اللي هي value based presentation. هنا العميل بيبقى مهما شرحت له عن امكانيات المنتج هو بيبقى عاوز يسمع حاجة واحدة بس، هيدفع كام وهيوفر كام. فانت return on investment يعني العائد على الاستثمار، يعني هو هيدفع فلوس وهيقارنك بقى بالمنافسين في الاسعار في الحتة دي، لان هو مهتم ان هو يسمع عن الاسعار بتاعتك مش عن المنتج، مش عن خصائص المنتج يعني. فانت هنا هتقول له مثلا ان احنا حضرتك لو اشتركت معانا في المنصة بتاعتنا ب 2000 جنيه هتوفر مثلا 5000 جنيه انك تعين موظف، هي هتبقى حاجة اوتوماتيك. فانت بدل ما تدفع 5000 جنيه هتدفع 2000 جنيه معانا بس، فحضرتك هتوفر فلوس على فهو يبتدي يفكر بقى في الموضوع دوت ويقول ده انا هنا في مكسب او الاستثمار هنا هيبقى كويس، فيبتدي يروح للشركة بتاعتك. رابع واحدة اللي هي الكونسلتيف او الاستشاري، consultative presentation. هنا العميل بيبقى عاوزك تشتغل معاه كأنك استشاري او شريك معاه، بتحلوا مع بعض، بتعرفوا ايه البين بوينت او المشكلة فين وتبتدي تحلها معاه واحدة واحدة. هو هنا عاوزك استشاري او حد بتساعده ان هو يلاقي السوليوشن للمشكلة بتاعته. فحضرتك مثلا هتقول له تبتدي تعرف منه مثلا ان المبيعات بتاعته قليلة، فتقول له انك لو استخدمت المنصة بتاعتنا هتزود مبيعاتك بنسبة 30% خلال، وهتوفر على نفسك مثلا وقت ومجهود 3 ساعات يوميا مثلا. فهنا اشتغلت معاه كأنه كونسلتيف او شخص مستشار. خامس واحدة والأخيرة اللي هي ستوري تيلينج برزنتيشن، اللي هي انت بتبتدي هنا الشخص بيبقى بتبان قوي في الخدمات، يعني الشخص بيبقى عاوز يسمع عن تستيمونيالز او اشخاص جربوا المنتج او الخدمه بتاعتك، وهيقتنع بعد كده ان هي حاجه كويسه لو سمع ان حد استخدم المنتج بتاعك، لان هو بيأثر لما بتحكي قصص ده بيأثر على المشاعر وساعات بيبيع اكتر مع العميل دوت. فاللي هو مثلا تقول له احنا عندنا كان عميل كان عنده مشكله زي اللي عند حضرتك ديت، واستخدم البلاتفورم او المنصه بتاعتنا وزود مبيعاته ب 30% خلال 3 شهور، وكان مبسوط جدا. وتدي له بقى فعلا الفيدباك اللي هو اداهوله يعني مثلا كفيديو او كفوتو او ايا ما كان اي طريقه. دولت ال5 طرق للعرض. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي ان شاء الله.